عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا متابعينا من كل مكان بفيديو جديد. صباح النشاط، صباح الخير، صباح الحب والتفاؤل ان شاء الله. النهارده هنكمل تنظيفات وتجهيزات لرمضان، وطبعا احنا مكملين في سلسلة تنظيفات. ان شاء الله هننضف النهارده مع بعض النجف. اول حاجة عملتها خالص ان انا فصلت الكهرباء من البيت، اللي هو بقى اسمه عداد او محول، المهم اللي هو بوصل الكهرباء للبيت. اول حاجة بتفصليه تماما عشان نضمن الامان والسلامة. تاني حاجة انا جبت عندي سلم او ترابيزة تكون عالية. وطبعا اول حاجه هنضفها معاكم طبعا ده النوع اللي هو كريستال. هنبدا بيها. انا عندي 2 من نوعيه الكريستال دي حجمها صغير شويه، وعندي واحده في الصاله كبيره في السقف المعلق. طيب هنبدا تنظيفها. طبعا معايا هنا طبعا هبه بتساعدني عشان انا ماسكه التليفون، وهي هتوريكم هنعمل ايه. هنا طبعا معايا بتجيب فوطه، وبجيب كمان ملمع الزجاج. اهو ملمع الزجاج انا اللي عاملاه عباره عن كوبايه خل، وبكملها ميه، وبحط معلقه بس من الصابون السائل، وبحط اي زيت معطر او اي معطر برفن لو مش عندك. ده ملمع الزجاج عشان احنا بننضف دلوقتي الكريستال. ببخ كده اهو. نمسك بقى ايه يعني دور من النجفه. طبعا لو هقرب بس الكاميرا عشان تشوفوا بيبقى عليها ايه. شايفين حضراتكم طبعا الناموس والدبان بيقف عليهم، فبيسيب اثر كده او بيعمل بيبي مش عارفه بيسيب اثر عليهم. والاتربه طبعا ممكن نجيب المقشه نعمل اول وتنزل لو في اي اتربه الاول نزلناها، وبعد كده بنمسكها واحده واحده بنعمل بالمعطر. حتى شايفين الفرق اللي هي اتلمعت عن اللي لسه الساله نفسها، وبمسح على طول. او ممكن تبل الفوطه نفسها كلها عشان تمسكي كده ايه واحده واحده. شايفين حضراتكم كده دي اللي تلمع بتبرق ازاي، انما اللي لسه شايفين عامله ازاي. وطبعا هننضف كل كمان ده هيتلمع، وكمان هنفك اللونط بتاعتها ونمسحها عشان تبقى تدي اضاءة جيدة. اهو انا بفك دلوقتي لنضة بوريكم. طبعا هي سهلة خالص، بتفك ناحية الشمال. شايفين حضراتكم عليها اتربة قد ايه ومتلحمسة. طبعا همسحها دلوقتي حالا عشان طبعا تبقى الكهرباء لما بنيجي ننور تبقى الكهرباء نظيفة ونقية. طبعا ده بدون فك النجفه. انت ممكن ان انت تفكيها، بس فعلا ما جربتش قبل كده. اعرف ناس بيفكوه لان النجف بيبقى عباره عن ان هو متعلق فيه خطاف، فممكن لو حد مثلا زوجك او اي حد هيعرف يفكهولك ويركبه ماشي. مش هتعرفي اعملي كده وهي في مكانها، بدل ما تفكيها وما تعرفيش تركبيها. طبعا بيقوموا فكينها من الخطاف وينزلوها تحت، وتعرفي تملكيها وتنضفيها براحتك، وبعد كده تعلقيها. لو عرفتي تعمليها كده ماشي، ما عرفتيش خلاص وانت واقفه كده هاتي سلم او ترابيزه عاليه وبالفوطه وملمع الزجاج، وابداي ان انت نضفيها بالشكل ده. طبعا بنمسك واحده واحده. النوع الكريستال ده بيبقى متعب شويه في تنظيفه، فيا ريت نصيحه يعني للي لسه هتجيب نجف او بتجهز، بلاش نوعيه الكريستال دي، لانها بتبقى شكل بس. بتبقى الشكل اي نعم جميل، ولكن بتبقى متعبه في التنظيف. دايما تجيبي حاجاتك العمليه في معظم الاجهزه بتاعتك. هكمل بقى تنظيفها النوع ده، وهوريكم كمان النوعيه التانية عندي من النجف بننضفها برضو ازاي. خلصنا كده النجفه طبعا اللي اتلمعت وبقت جميله جدا. طبعا انت لازم تعملي بالنهار يعني الصبح او الظهر عشان الدنيا تكون منوره حواليكي، لان احنا بنطفي النور. طبعا هنيجي بقى للنجفه التانية دي برضو كريستال بس حجم كبير، اللي هي هنا محطوطه في السقف المعلق عندي في الصاله. طبعا شايفين شكلها لسه ما اتنضفتش. هنضفها بنفس الطريقه بس عشان ما اخدش من وقتكم، لان هي دي نفس النوع الكريستال. هوريكم بقى النوعيه التانية من النجف. هنيجي بقى للنوع التاني من النجف اللي هو الشكل ده. بصراحه ما اعرفش هو اسمه ايه. ده شكله. هننضفه بقى ازاي. اهي اللنده بتاعتها من فوق. شايفين بقى شكل اللنده كميه التراب اللي عليها. بخلع بقى اللوند من فوق طبعا عشان الاضاءه تبقى قويه. النوعيه دي بقى من النجف انا بحبها ليه؟ لان ممكن تفكيها. انا هنا فكيت واحده اهي بتبقى لها الدوايه دي. بفضل افك فيها كده ناحيه اليمين بتقوم مفكوكه معايا. انا فكيت واحده اهو، وباقي 4 هفكهم اهي. فكيتها. دي بتبقى جواها كده بتفضلي تلفي فيها بتتخلع، ودي اللي بتبقى هنا اللنده هنا، واللنده بتبقى كده. دي بقى ممكن اغسلها عادي، مثلا تاخديها على الحوض وبليفه وتغسليها عشان التراب اللي بيبقى لازق جواها، وبعد كده بنشفها كويس جدا. لازم تنشفها خالص، وبعد كده برجع اركبهم. انا عندي نوعين من النجفه دي، والنوعين التانيين الكريستال. هفكهم بقى كلهم واخدهم اغسلهم وانشفهم كويس، وبعدين ارجع اركبهم. اهو انا خلعتهم كده ال5 كلهم.
بعد النجفه ما فيهاش حاجه كده، هنضفها هي لوحدها كده والمعها. وبعد كده القطعه اللي انا خلعتها هغسلها كويس واجففها وبعد كده اعلقها. هم دول كده القطع اللي خلعتهم، هنضفهم كويس وبعد كده ارجع اركبهم. ودلوقتي اهو احنا بنركب فيهم تاني. بنحط كده القطعه وبعدين فيها الدوايه، بتلف فيها كده، لفها كويس يا هبه جمديها، وبعد كده بنحط فيها اللنده. سهله جدا في الفك والتركيب على فكره، عشان كده زي ما بقول لكم بحب النوعيه دي من النجف. انا اركب بقى بقيتهم، هركبهم بقى كلهم. خلاص كده خلصت ونورنا بقى وشغلنا النور. الاضاءه ما شاء الله بقت قويه. دي اول واحده من الكريستال اتلمعت. النجفه التانية الكبيره اهو ما شاء الله برضو اتلمعت والاضاءه بقت قويه. وده النوع التاني من النجف، وعملت فيه واحده زيها كده في الاوضه التانية برضو، هي نفس القصه. جميله جدا اهي، نطفت طبعا معايا والاضاءه بقت جميله. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم واكون افدتكم. وزي ما قلنا انا بجيب التنظيف من فوق لتحت. عملت قبل كده الستاير معاكم وعملت النجف، وهشطب ان شاء الله طبعا اي حاجه متقفل عليها زي الادراج والمكاتب. وبعد كده هبدا على طول في تنظيف السجاد. استنوني فيديوهات التنظيف ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامنه، وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.